وفقا لتقارير صحفية، قررت السلطات الصينية المعنية إلغاء إقامات الأجانب المقيمين في الصين والطلاب الأجانب، حيث قامت بإلغاء تأشيرات وتصاريح الإقامة لأشخاص وطردهم من الصين. أفادت وكالة رويترز في 10 من يونيو قيام عشرات الآلاف من السكان المحليين بتشكيل سلسلة بشرية طولها 202 كيلومتر في منطقة الباسك في إسبانيا، مطالبين الحكومة بإجراء استفتاء للسماح لهم بالاستقلال عن إقليم الباسك. ويذكر أن إقليم الباسك يتمتع بدرجة عالية من الاستقلالية عن المناطق 16 الأخرى في إسبانيا، بحيث للإقليم لغة خاصة ونظام شرطة خاص ولها علاقات مالية خاصة مع مدريد. نشرت صحيفة أخبار الإعلام الإيرانية مقالا في 9 من يونيو يقول إنه بعد أن واجهت مرتفعات الجولان المحتل هجمات صاروخية موجهة، هددت إسرائيل بانتقام واسع النطاق، ولكن إيران أعلنت أنها ستقوم بشن هجمات صاروخية على المدن الإسرائيلية الكبرى. ومن أجل تجنب المزيد من التوسع، اتخذت إسرائيل المبادرة بإلغاء خطة الانتقام واسع النطاق، حيث زعمت صحيفة الأخبار الإيرانية بوجود أكثر من 10,000 صاروخ لإيران في الأراضي السورية تشكل تهديدا للمدن الإسرائيلية الكبرى، وأن النظام الدفاعي الجوي لا يستطيع اعتراضها. أنقذ خفر السواحل الليبية 152 مهاجرا إفريقيا كانوا على متن قارب مطاطي في مياه كالابولي على بعد 60 كيلومتر شرقي طرابلس، وتم نقلهم إلى مركز الهجرة غير القانونية. يبلغ عدد سكان شيكمنت في مقاطعة كازاخستان الجنوبية 3 ملايين نسمة، وتعتبر المدينة مدينة قديمة، وسيتم تغيير اسمها إلى تركستان كعاصمة، ويتم التخطيط لإعادة ترتيب موقع شيكمنت وكوتش وتركستان على الخريطة. احترق أكبر مستودع لصناديق الاقتراع في بغداد، ولم يتم التعرف على سبب الحريق إلى هذه اللحظة. وقال متحدث باسم وزارة الداخلية العراقية إن الحريق دمر بعض الوثائق والمعدات، وأن رجال الإطفاء حاولوا جاهدين إطفاء الحريق، ونأمل أن لا يؤثر ذلك على الاقتراع. ومع ذلك قال عضو في حكومة بغداد إن جميع الأصوات قد احترقت. وردا على هذا الحادث الغير متوقع، طلب رئيس البرلمان العراقي إعادة الانتخابات.